لما نفسي تروح لأيام زمان، أيام ما كنا بناكل الجمبري من تبارك اللي في الكوربة في مصر الجديدة. بس أنا عايشة في أمريكا وتذاكر الطيران غالية حبتين دلوقتي، فبعمل الوصفة دي. في كبة صغيرة بحط توم مع فلفل رومي، وممكن أحط فلفل حامي كمان لو عايزة. استعملت كوباية دقيق ونص كوباية نشا، قلبتهم مع بعض وحطيت معلقة كبيرة كمون، معلقة شطة ودي اختياري، ملح، والخليط بتاع التوم والفلفل الرومي. وبعد كده هزود عليهم مية بالتدريج، وعشان اتأكد ان القوام مظبوط بحط جمبرياية واتأكد انها متغطية بالخليط. قبل القلي على طول هحط معلقة بيكنج باودر وعليهم عصير ليمونة. هاخد واحدة واحدة واحمرها، بس هحاول اتأكد انه الخليط ما يبقاش تخين قوي على الجمبري عشان تستوي بسرعة. طبعا حلاوة الجمبري ده انه يتاكل في عيش بلدي مع شوية طحينة، بس للأسف ما عندناش هنا عيش بلدي. طبعا عشان احنا ما عندناش عيش بلدي، انا عملته لولادي كده بطريقة امريكانية شوية.